واليوم حنبدأ سلسلتنا الجديدة خفايا الإمارات بعدسة العراب مهند. حقونا. حصن عجمان كان بالقرن الثامن عشر هو خط الدفاع الأول لإمارة عجمان، وهلأ اسمه متحف عجمان التاريخي. هنقوم بجولة بالسوق التاريخي بمتحف عجمان. طبعا تجارة الجملة كانت بهذا الشكل، وعندك أدوات الغوص والسباحة. طبعا كل شيء في شرح مفصل عنه، في بروجكتورات عم تتكلم عن هذا الشيء. هون تجارة اللؤلؤ، تجارة اللآلئ، هيك كانت صناعة الأحبال والنسيج، صناعة العبايات، الموائد وأدوات البناء، الفحم والحطب، الحديد. يعني شوف الأدوات اللي كانوا يستعملوها، ركز على التفاصيل. المرسى. وهون وصلنا للحلاق، الحلاقة زمان. حتى بتحس بضجة السوق. انت هلأ حاسس انا في سمعان ضجة سوق. هون المقهى الشعبي، هذا كان شكل المقهى الشعبي. العطار، بكل زاوية في تفصيل بياخدك عبر الزمان. وهون حنفرجيكم الأسلحة القديمة، المدافع. وهون سيارات الشرطة من عام الستينات. هي جيب موديل الستينات مكتوب شرح عليها قديما اللي كانوا يستخدموها. طبعا بسنة 1967 هذا زي رجال الشرطة كان بهذا الشكل، شكل الرادارات واللاسلكيات بهذا الشكل. وفي هون من ندخل على هذا القسم اللي هو لوحات عجمان والبندقيات ولوحات السيارات تبع عجمان قديما. على البادية المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي. طبعا نشرح لهم على البروجكتورات وشرح كامل عن إمارة عجمان وتاريخ عجمان بالإمارات العربية. شايفين تراث، تحس حالك بنص البادية تماما. هون فيك تلمس الشاشة وبيعطيك شرح تفصيلي عن المعلومة اللي بدك اياها. تفضلوا. وهلأ على الطرب الشعبي. هاي الأدوات اللي كانت تستخدم بالطرب الشعبي، طبعا كلها طبيعية 100% وتاريخية. الحياة في الصحراء. طبعا قبل كل شيء المكان مكيف تماما وما بتحس بأي أعباء من الشوب والحرارة الطقس الموجودة. هذا أجمل شيء بالمتحف، انك انت بتستمتع انت وعم تزور الاماكن التاريخية والاماكن كلها مكيفة. الف شكر لحكومة عجمان على الانجاز العظيم. الازياء الشعبية والحرف النسائية. شايفين هي المدارس قديما، تعليم القرآن الكريم. كانوا يسموه عنا بسوريا الكتاب. هيك كانت. وطبعا لازم سكر الباب وراي عشان التكييف. هي الجلسة الشعبية. هي الحرف النسائية. الإذاعة. هاي الأدوات اللي كانت تستخدم بالإذاعة من 1961 إلى 1965. الصيد والغوص على اللؤلؤ بين الماضي والحاضر. هاي الأدوات اللي كانوا يستخرجوا فيها اللؤلؤ. هاي الخرائط. هون التفاصيل
اللي بتشرح الماضي والحاضر معا. الماضي والحاضر. طبعا بتكلم عن الحاضر اللي هو التكنولوجيا اللي حاطين شاشات وتابات وبروجيكتورات عشان يشرحوا لك أصغر تفاصيل. الخيال الفارس. هذا الخيال هو الفارس الذي يقوم بالمهمات العاجلة ويقوم بمطاردة المجرمين. غرفة الشيخ راشد. هذا السرير. السلاح المستخدم. طبعا أي شيء في شرح مفصل كامل موجود تحت كل قطعة. الشيخ راشد الله يرحمه. وهي السيوف اللي قدمت كهدية للمغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي. تفاصيل بتاخدك كل زاوية لعالم تاني. هدايا الشيخ التذكارية، مكان بينشرح صدرك وقت بتشوف التاريخ القديم، الأوسمة والبطولات. طبعا بهي الطريقة كان احتجاز السجناء. بكل زاوية أو بكل مكان في قصة، وبكل زاوية في تفصيل بيلفت لك نظرك أكثر من الثاني. عن جد رحلة عبر الزمن، وهذا الشيء اللي حيخليك تتابع السلسلة خبايا الإمارات بعدسة العراب مهند. وهيك كانت زيارتنا لحصن عجمان، متحف عجمان الأثري. زيارة تستحق التجربة. تابعوا السلسلة منيح خبايا الإمارات، لأنه في خبايا بالإمارات حتفاجئكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. سلام.